في بطولة أرنولد كلاسيك عام 1994 وبعد النهائي من العرض، بيحس العملاق بول ديلت ببعض الآلام ولكنه بيستمر في العرض. 4000 متفرج في قاعة أرنولد كلاسيك، وبعد 25 دقيقة من العرض بيصرخ العملاق بول ديلت من شدة الألم، وبيسقط بول ديلت على مسرح أرنولد كلاسيك. 4 رجال لا تستطيع حمل العملاق بول ديلت. محاولات كثيرة من أجل إسعاف بول ديلت كلها انتهت بالفشل. ما كانش عنده أي أوردة من أجل تلقي العلاج. بعدها تم نقل بول ديلت للمستشفى من أجل تلقي العلاج. بيحكي بول ديلت إنه فقد الحياة وما كانش شايف قدامه غير نور أزرق. ما كانش شايف أي حاجة قدامه غير الكلبة بتاعته. بيقول فضلت أنده عليها لكن للأسف ما كانتش سامعاني، حتى أنا ما كنتش قادر أروح لها. أرنولد كلاسيك 94 ما زال بول ديلت يتذكرها حتى الآن بسبب أحداثها. انتهت أرنولد كلاسيك 94 بفوز كيفن ليفرون بالمركز الأول وحصول فينيس تيلر على المركز الثاني. بول ديلت كان عملاق التسعينيات، كان مخيف لكل منافسين مستر أولمبيا. في مستر أولمبيا 93 و 94 بول ديلت كان المرشح الأقوى لإطاحة دوريان، وبرغم الجينات الخارقة اللي كان بيمتلكها بول ديلت إلا وإنه لم يكن لديه حضور أثناء العرض. حتى في تمرينه لم يستطيع استغلال هذه الجينات التي لم تتكرر مرة أخرى حتى الآن. بول ديلت لم يكن يتمرن مثل دوريان وروني كولمان برغم موهبته الوراثية، إلا وإنه ما قدرش يوظفها بالشكل المناسب. وبرغم إن فترة التسعينيات كانت من أقوى فترات المنافسة، وجود شون راي وكيفن ليفرون ودوريان وغيرهم من المنافسين، إلا وإن بول ديلت كان مخيف لكل هؤلاء. ولكن يبقى سؤال، ليه بول ديلت ما حصلش على مستر أولمبيا ولو لمرة واحدة؟ بالنسبة للمعايير الجسمانية لبطل مستر أولمبيا كانت غير متوفرة في جسم بول ديلت، برغم الطول والضخامة وحجم ذراعه اللي كان حوالي 24 بوصة، إلا وإنه جسمه كان غير مناسب لبطل أقوى بطولة في العالم. مقارنة بدوريان وشون راي وكيفن ليفرون حتى قصير القامة ليبريست، بول ديلت ليس أفضلهم. ولكن بول ديلت تم استغلال ضخامته وجيناته الخارقة على أغلفة المجلات ومقالات التدريب. بول ديلت من مواليد 12 إبريل عام 1965، طوله حوالي 188 سنتي، وزنه خارج المنافسة 150 كيلو، وأثناء المنافسة 129 كيلو. بالنسبة لفترة التسعينيات كان عملاق بالنسبة لكل من وقف بجانبه، حتى روني كولمان بالنسبة لبول ديلت كان صغير الحجم. بداية بول ديلت قبل دخوله عالم كمال الأجسام كان لاعب كرة قدم في الدوري الكندي. من أفضل إنجازاته في عالم كمال الأجسام في بطولة أمريكا الشمالية عام 1991 حصل على المركز الثاني، وفي عام 92 حصل على المركز الأول. في مستر أولمبيا 1993 حصل على المركز السادس، وفي عام 94 حصل على المركز الرابع. في عام 1995 توقف عن المنافسة لمدة عام بسبب ما حدث في أرنولد كلاسيك 94. في مستر أولمبيا 96 حصل على المركز الخامس، وفي 97 حصل على المركز الخامس، في 99 حصل على المركز السابع. في أرنولد كلاسيك 93 حصل على المركز الرابع، وفي 96 حصل على المركز الثالث، في 97 حصل على المركز السادس. في ليلة الأبطال عام 1999 كان من أفضل إنجازات بول ديلت حصوله على اللقب، وفي 2000 حصل على المركز الثالث، وفي 2002 حصل على المركز السادس. في بطولة الرجل الحديدي عام 1993 حصل على المركز الرابع، وفي 96 حصل على المركز الثاني، وفي 97 حصل على المركز الخامس. بعد اعتزال بول ديلت أسس اتحاد WBFF لكمال الأجسام. خلال فترة منافسة بول ديلت كتير قال عليه إنه لاعب كسول. صرح وقتها بول ديلت إزاي أنا كسول كما يقول البعض، وأنا أمارس تمارين الكارديو في الصباح وأتمرن مرتين يوميا. بول ديلت وكريس كورمير امتلكوا لأفضل الجينات الوراثية، ولكن الفرصة كانت متاحة بشكل كبير أمام كريس كورمير إنه يكون بطل مستر أولمبيا ولو مرة واحدة. بالنسبة لكريس كورمير حياته الشخصية كانت غير متوافقة مع حياة لاعب كمال أجسام، من سهر وإدمان وملاهي ليلية. بالنسبة لبول ديلت الطول والضخامة والأوردة المنتفخة التي تشبه أسلاك الإنترنت جعلت منه وحش مخيف لكل من يقف بجانبه. القياسات الجسمانية لبول ديلت: حجم الصدر 58 بوصة، حجم الذراع 24 بوصة، الخصر 30 بوصة. بالنسبة لطول وضخامة بول ديلت إلا وإن كان خصره صغير، الفخذين 33 بوصة. بول ديلت أسطورة من أساطير التسعينيات، جينات خارقة لم نرى مثلها حتى الآن، حتى وإن لم يحصل على لقب مستر أولمبيا إلا وإنه تصدر أغلفة المجلات
ومجرد أن ترى أوردة منتفخة أشبه بالأسلاك على عضلات الصدر وأكبر عضلات كتف في تاريخ كمال الأجسام، إنه بول ديل. جينات لن تتكرر.